السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الشباكيه على الطريقه المغربيه اللي ورثناها جدا عن اب، فما فيهاش شي مداخلات ولا فيها شي حاجه، يعني الشباكيه القديمه تاع زمان. غادي ندير معكم انا نص كيلو، غادي نعجنها. دونك نص كيلو تاع الفورس، واحد 125 غرام مخلطه بين اللوز والجنجلان. فانا شديتو طحنتو مزيان، نيلتو تعاد عجينه بحال هكا. ولا ما كانش غربلو، طحنوه وغربلوه مزيان باش ما تقطعش معاكم ما سميتو. تنحتاجو القرفه، واحد المعلقه صغيره. تنحتاجو واحد المعلقه صغيره تاع الخل. كنحتاجو واحد نص معلقه كبيره هنا مخلطه بين حبه حلاوه والنافع. تنحتاج واحد الصفر تاع البيضه فقط، ما تنديرش معاها البياض. هنا تنديرو الزعفران شعره، هنا درتو في الزهر، فما نزيدوش فيها داك الضامه، نخلوها اصليه بالزعفران شعره. هنا عندي واحد نص كاس مخلط بين الزيت البلديه والزبده، الزهر باش تنجمعوا العجينه. وهنا غندي ندير واحد المعلقه صغيره كويغا كافي ديك الصغار، نص ديالها تاع الخميره تاع الحلوه. اذا نبداو على بركه الله. فما نحاولوش حنا نخرجوا على التقاليد تاع الطبخ المغربي، نخلوه كما ورثناه، نخلوه. نحطو الدقيق، الجنجلان واللوز، نزيدو القرفه، النافع، هذيك المعلقه تاع الخل، ندير هذاك الملح تاع البيضه، غادي نزيد المسكه الحره نسيتها، غادي نزيد واحد نص معلقه بحال هكا باش ما تقصحاش لينا، غير نص اولا الراس تاع معلقه صغير. غادي نزيد الزبده مع زيت العود، غادي نزيد الخميره، كما تلاحظوا. غادي ندير داك الزعفران مع الزهر، نشلل هذاك الكاس فيه شويه، ونخلط العجينه. بالنسبه العجينه تاع الشباكيه راه ما كتكونش مطلوقه، راه شويه خاصنا نكونوا عندنا العجينه قاصحه. نخلط هاد سميتو ونوريكم قوام العجينه. هنا مني جمعت العجينه، القوام ديالها تيجي على هاد الشكل.
ما تتكونش رهيفه وما تتكونش قاصحه بزاف، يعني في الجهد. نحاولوا نقسموها ونخلوها ترتاح على ما يشرب دوك العناصر ونطلقوا في التشكيل. هنا مني خلينا العجينه ديالنا ترتاح، فجينا باش نشكلوها. الطريقه سهله، ندوز هكا ندوزها في ماكينة الورقه. بالنسبه للماكينه كل واحد عنده الماكينه في شكل، بحال انا ثلاثة وبين ثلاثة والربعة فتعطيني شويه غليظه. كاين ثاني العكس، كاين اللي عنده 7 غليظه. دونك نتوما عينكم ميزانكم على حساب الماكينه اللي عندكم. نقدر ناخذ انا هاد الجراره نقطعها، نعاود نفيني بالجراره. بالنسبه للتشباك، بالنسبه الا ما كانش هذا مزيان نعاود ندوز بالجراره باش نحل دوك العوينات. بالنسبه للتشباك راه ساهل، كناخذوا هذه تنتنوها هكا، تنشدو هذه اللي بقات تنتنوها، نجمعو هكا، نحط تنحل ونقرص من الجناب. نعاود معكم وحده. تنشد جوج هاكا نتنيهم، هذه اللي بقات لي ندير لها هاكا ونحط. هي هذا نعاود معكم الثالثه. جوج هاكا تنتنيها، وهذه نقرصها بحال هاكا ونقرص الجناب. غنكمل معكم الكميه ونخلوها على الاقل واحد 4 سوايع حتى تنشف لينا مزيان، وديك الساعه ندوزو لمرحله القلي. فمن خلينا الشباكيه تزاحت لينا واحد 4 سوايع حتى كرمات، تنشدوها وتنقلوها. دائما تنقول لكم الزيت نسخنوه مزيان ونعاودو نطيحو شويه الحراره البوطه ونخلوها باش تقلى لنا على خاطرها. فجات على هذا الشكل كما كتلاحظوا، مقرمشه وبنينه. تنتمنى تكون الوصفه نالت اعجابكم، ونشوفكم في وصفه اخرى من وصفات شي ودد عود الورد.